في قصة الإنسان على مر العصور كان في دايما صراع أزلي بينه وبين الأرض، صراع على المية وعلى الغذاء وعلى الخضرة آلاف السنين. والأرض بتدينا بقد ما تقدر، والإنسان بياخد على قد ما يحتاج. لكن في وقت من الأوقات كان في إنسان قرر إنه يكسر القاعدة دي، قرر إنه يرجع للأرض قوتها ويحل مشاكلها بعقله. النهاردة هنحكي حكاية مهندس عبقري مش بيبني قصور، لكن بيبني جنان على الأرض. حكاية ابن العوام، الراجل اللي خلى الصحراء جنة. في الأندلس في القرن ال 12 الميلادي كانت الزراعة هي شريان الحياة وهي مصدر القوة والثراء. لكن كان في تحديات كبيرة جدا بتواجه المزارعين. التربة كانت ضعيفة في أماكن كتير، الجفاف كان بيهدد المحاصيل، وطرق الري كانت بدائية وغير فعالة. المزارع كان بيعتمد على خبرته المتوارثة من أجداده وعلى أمل إن ربنا يكرمه بموسم مطر كويس. لكن الأمل ده كان غالبا ما بيتحول ليأس. كان فشل الأرض في العطاء مشكلة يومية. كانت الأنهار بتنشف في الصيف، والأراضي بتتشقق تحت الشمس، والناس بتشوف المحاصيل اللي تعبوا فيها شهور طويلة بتدبل وتموت قدام عينيهم. كان في يأس حقيقي من إن الأرض ممكن تدي أكتر من كده، وده كان بيهدد بقاء مجتمع كامل. كانت النتيجة إن الأندلس رغم جمالها وموقعها كانت بتعاني من نقص كبير في المحاصيل الغذائية، وده كان بيأثر على كل نواحي الحياة. لكن في إشبيلية ظهر عقل مختلف تماما، ابن العوام، اللي كان عالم وملاحظ دقيق. رفض إنه يستسلم لليأس ده. هو الوحيد اللي قرر إنه يحل مشكلة الزراعة دي مش بالجهد بس، لكن بالمنهج العلمي. قعد يجمع خبرة آلاف السنين من الحضارات اللي سبقته، من الرومان واليونان وحتى المصريين القدماء، وجمع عليها ملاحظاته وتجاربه الخاصة في تربته ومناخه. وكتب أعظم موسوعة في تاريخ الزراعة، كتاب الفلاحة. الكتاب ده كان بمثابة دستور كامل للزراعة، فيه اللي كل مزارع ممكن يحتاجه عشان ينجح، من الألف للياء. الكتاب كان فيه كل حاجة، من اختيار التربة المناسبة لكل نوع نبات بناء على دراسة علمية، لأحدث طرق الري المبتكرة زي نظام الري بالتنقيط اللي كان بيوصل المية للنبات على طول عشان يوفر في الموارد النادرة. وكمان كان في وصف لأكتر من 585 نوع من النباتات والأشجار، وطرق علاج أمراضها، وحتى طرق تطعيم الأشجار عشان تطلع فواكه أفضل وأجود. ابن العوام حول الزراعة من مجرد مهنة تعتمد على الحظ لعلم كامل ليه قواعده وأسس مبنية على الملاحظة والتجربة. تأثير ابن العوام ما كانش مجرد كتاب مكتوب على ورق. أفكاره دي انتشرت بسرعة في كل أرجاء الأندلس، وحولت أراضي كتير من صحاري كحلة لقلاع خضراء ومزارع مثمرة. كتابه ترجموه لغات تانية، وتعلم منه علماء الزراعة في أوروبا لقرون طويلة. مجرد كتاب عن الزراعة، لكنه عمل إعصار من الرخاء الاقتصادي والأمن الغذائي في المنطقة كلها. الفلاحين في الأندلس قدروا لأول مرة إنهم يزرعوا الأرض بثقة وعلم، مش بس أمل. ابن العوام مش مهندس زراعة، لأ، ده كان عقل تخيل إن الأرض ممكن تكون أحسن، وحول الخيال ده لحياة بالعلم والعمل. كل مرة بنشوف فيها أرض مزروعة بدقة أو شجرة بتدينا فاكهة جميلة، لازم نفتكر إن الأساس العلمي ده والفكرة الجريئة دي بدأت من عقل مهندس عربي قرر إنه يغير العالم بأفكاره. ابن العوام حرف من الماضي، من نور يستاهل إننا نفتكره ونحتفل بعبقريته اللي علمتنا إزاي نخلي الأرض دي مكان أحسن نعيش فيه. لو قصة ابن العوام ألهمتك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.